السلام عليكم البنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم واحد الفكره للفطور او للغوتي كتجي لذيذه بزاف بدون سميد بدون مجهود، في 5 دقائق فقط كتكون واجده، والاهم كتجي لذيذه بواحد الطبقه مقرمشه من الفوق. ولا اسهل ولا اروع، وفقط بالفينو. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه في واحد الاناء غادي نحتاجو بيضه نخرجوها من قبل من الثلاجه، غادي نضيف عليها 3 المعالق ديال السكر، قبيصه ديال الملحه، وكيس من السكر المنسم بالفانيلا. غادي نخدم هاد المكونات مزيان حتى كيبيض الخليط، وعاد نضيفو باقي المكونات. كيف كتشوفوا من بعد ما ختمنا الخليط غادي نضيف عليهم نصف كاس ديال الزيت نباتيه، وغادي نخدموه حتى هو مزيان حتى كيبدا الخليط يهبط خط واحد بدون تقطع. كنعرفوا بانه راه واجد، غير نضيفوا باقي المكونات. كيف كتشوفوا هنا غادي نضيف كاس ونصف ديال الحليب، نفس الكاس نعبروا به جميع المكونات. غادي نخلط هذا الحليب مع المكونات حتى ينسجموا، وعاد نضيف النواشف. هنا غادي نضيف 2 كيسان ديال الفينو، ماشي السميده، الفينو اولا دقيق القمح. كنغربلوهم، غادي نضيف عليهم واحد 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات، غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجموا. انا هنا من بعد غادي نلقى بان الخليط مازال خفيف، خاصو يجينا في القوام ديال البسبوسه. غادي نضيف عليه ربع كاس ديال الفينو. ضيفوا في الاول كاسين وحتى تشوفوا درجه الامتصاص ديال الدقيق ديالكم، عاد ضيفوا الربع كاس في الاخير. صافي غادي نخلطهم في ما كنسخنوش نهائيا الفران، كيكون بارد. كنصبوها في واحد المول ديال الفرن، مول ديال الكيكه. بالنسبه للطبقه المقرمشه اللي كتجي من الفوق او للتزيين كيبقى اختياري. انا ضفت هنايا حبات ديال اللوز اللي هرستهم بالطريقه، شويه الشوفان، شويه حبيبات الشوكولاته، القليل من الكركاع، و كاوكاو افيلي اخضر. ما نحمروش حيت غادي يطيب في الفران. صافي كنوضع ديك الطبقه من الفوق. تقدروا تضيفوا حتى الفواكه، نوع من الفواكه اللي كتفضلوها من الاعلى، وكندخلوه الفران. كنبعدوه على العافيه اولا كنقصوا العافيه بزاف واحد نصف ساعه، وكنحلو كنلقاوه واجد. كنطلعوه باش يتحمر من الاعلى. كتجي تماما بحال البسبوسه بدون سميد نهائيا، بمكونات موجوده في كل بيت. غادي ندهنها من الاعلى بشويه ديال المربى اولا بالعسل، اختياري. كتجي هشيشه ورطبه بلا ما تحتاجوا انكم تسقيوها اولا. كتجي لذيذه بزاف وسهله ومكونات بسيطه، احسن من الكيك. كتجي تماما تماما بحال البسبوسه. من بعد غادي نقطع معكم واحد الطرف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي هشيشه بزاف،
تماما كيف ما قلت لكم، فحل البسبوسه، فحله موجدينها بالسميد، واخا راه حتى هو نوع من السميد. كيف كتشوفوا كتجي هشيشه من الداخل ورطبه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، دعموني بلايك وبالاشتراك في القناه الى عجبكم المحتوى. نتلاقاو فيديو جديد وفي وصفه جديده.